اتفضلي تعالي. تعالي ما تخافيش. هي دي الدار. هو المكان سكت كده ليه؟ انت مش قلت لي ان هنا في اطفال ياما؟ ياما؟ دي اسكندرانية. امال ايه بقى حكاية القناطر دي؟ انا اصلا من الاسكندريه، وجينا عشنا في بيت جدي هنا في القناطر. هو هنا مفيش ياما؟ لا، ومفيش على الامة، ومفيش انس السنوك. ايوه كده تحكي. حكايتك حلوة. ده انت عينيكي قرب الجيلة جفاف. عموما في اطفال هنا ياما، بس زمانهم نايمين عشان الوقت متأخر. علي انت جيت امتى؟ لسه واصل ومعايا ضيفة. مين القمر اللي معاك دي؟ مش تقول لنا؟ بس يا مرسنين. ايه ده؟ انتوا ايه اللي مسهركم لغايه دلوقتي؟ مش قلت لكم تطفوا النور وتناموا؟ معلش يا دادا، النهارده سماح. كل دول بقى انا بعتبرهم عيالي. انت مشرف هنا؟ استاذ علي صاحب الدار دي كلها. مش وقته الكلام ده دلوقتي. نبقى نتكلموا بعدين. مش نتكلموا دي بالاسكندراني؟ اسكندراني. طيب هسيبك ترتاحي. جاهز لمكان كويس ترتاح فيه. حاضر يا استاذ علي. بابا علي انا خايفه انام لوحدي عشان بحلم احلام وحشه. يا حبيبي، طب ايه رايك لو تيجي تنام جنبي النهارده؟ ماشي، بس تيجي تتفرجي على الماتش بتاعي بكره. ادم لعيب بوكس، لعيب جامد وعنده ماتش مهم بكره. ما شاء الله. اجي طبعا، وبوسك بوسه كبيره قوي لو كسبت. مبسوط؟ يلا تصبحوا على خير. وانت من استاذ علي، انا متشكره. تصبح على خير. انت من اهل. يلا يا ولاد. حضرت لك العشاء. يا حبيبتي ماليش نفس، الف هنا. تصدق اني غلطانه؟ بقول لك ايه، كل حاجه وليها اخر. انا مستحمله عشان انا واحده اصيله. واحده غيري كانت مشيت وقالت لك مشكلتك حلها مع نفسك. مشكلتك؟ ايه مشكلتي يا ميادة؟ وبعدين انت عاوزه ايه؟ ما انا معايشك زي احسن ست في الدنيا. ده اللي انت شايفه، انما انا شايفه ايه مش مهم. المهم علي يكبر ويتجوز ويشتغل ويخلف، عشان في يوم من الايام يتقال علي كلاي واولاده. انما مراتك مش فارقه معاك. ايوه، انت دلوقتي عاوزه ايه؟ طلبت حاجه وما حضرتش، ولا هو جر شكل على الفاضي وتفاهه؟ انا مش تافهه زي ما بيتهيألك يا علي. انا عايزه اعيش زي اي ست، احس ان جوزي بيحبني زي ما بحبه، نسافر سفريه زي اي اتنين، نعيش زي اي اتنين بيحبوا بعض، بس في حياتنا كلها، مش بس في اخر اليوم لما المزاج يروق عشان الذريه الصالحه. اقول لك على حاجه، ولا اول اليوم ولا اخر اليوم. انا طالع انام بره. منصور الجوهري. من هنا يا فندم. هنا. ما تقلقوش يا جماعه، باذن الله خير. عينك في نص راسك وايدك لفوق طول الوقت، مش عاوز بوكس يلمس وشك، تمام؟ حاضر. يلا واد جامد، يلا. اوت كوتش، ريد كورنر، بلو كورنر، شيك هاند، سلم على زميلك. جادج، وان تايم. هاي يلا زياد، يلا زياد، يلا زياد. حلو حلو. هاجم عليه. اضرب اتحرك يا باشا. خش منه، هاجم عليه. هوش. خش هاجم عليه، يلا يا ادم، تاني. اقفل وش. هاجم عليه. طب ما تيجي تطلع. يلا انت، انا بقى يلا. جامد يلا، جامد. امسح الكلابس، ايدك فوق. يلا زياد، يلا زياد، اتحرك عليه. يلا. فين يا علي بقى؟ هاجم عليه. اضرب انت وطعم. جامد. اضرب ما تخافش منه.
جامد حلو جامد يلا جامد ادي كروس جول جامد يلا جامد يلا بوكس بوكس اهجم عليه ادم يلا يلا جامد جامد خلصت الماتش ده يلا خلصوا ايوه جامد 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 بمرت يا كابتن ادم يخسر دورت ابن عم جنبيه مش هيخسر من عيل ابن ملاجئ. عيلها يا كلاي. انت شايف كده يعني؟ تعيط ليه ها؟ مش قلت لك قبل كده ما تعيطش قدام حد؟ ما تعيطش ما تزعلش نفسك انت الكسبان. بعدين مش انت طلبت مني قبل كده اديك كاس من اللي عندي؟ انا هجيب لك كاس احسن من اللي انا كسبته، وهجيب لك حزام بطوله احسن من اللي هو خده كمان. مبسوط؟ مين بطلي؟ انا. هتحوض علي تليفونك بيرن. يا سيف انت بتقول ايه؟ امتى حصل الكلام ده؟ طب انا جاي حالا. سلام سلام. في ايه مالك؟ ابويا عمل حادثه ولازم اروح له المستشفى دلوقتي حالا. انا جاي معاك ومش هسيبك. مش هينفع هتلبخ بيك. خلاص يبقى احنا الاثنين هنيجي معاك. ألف سلام على حضرتك. الحمد لله إنهم قدروا يطلعوا الرصاصة. الحمد لله يا باشا. طب قول لي بقى، هل قدرت تحدد الناس اللي ضربوا عليك نار؟ كدب خيبة، ملحقتش. في حد مثلا بتتهمه؟ لا يا باشا، أنا الحمد لله ماليش عداوة مع حد. تمام. عموما احنا بنعمل تفريغ لكل الكاميرات اللي في مكان الحادث، وإن شاء الله في خلال ساعات نلاقي اللي عمل كده. معلش احنا تعبناك. ألف سلامة عليك يا أخوي. الحمد لله إنها جت على قد كده. الحمد لله على سلامتك يابا. جت سليمه يا حاج، الحمد لله. بارك الله بخير. ألف سلامة عليك يا خير. الله يسلمك. الحمد لله على السلامه يا حاج. الف سلام عليك يابا. أنا كويس الحمد لله. الحمد لله انا جت سليمه الحمد لله. خير خير الحمد لله. الف سلام عليك يابا. مين اللي عمل فيك كده؟ قلت لك يا علي، قلت لك بلاش مختار السنتي. شو وقته الكلام ده يابا؟ الحمد لله على السلامة معلم منصور. أنا مش عارفة أعمل إيه يا عزازي. أنا بطولي وأنت هنا مسجون، وأنا كلها كام يوم وهولد. شفت آخرة عمايلك فينا؟ ما كنا عايشين كافين خيرنا شرنا. طمعك ودانا في داهية. ده ما كانش طمع فيروز، ده كنت عاوز انطقك واخد بايدك واطلعك للسما فوق. تقوم تبيعني الراجل تاني؟ أنا غلطانة إني سمعت كلامك لما قلت لي نعمل قدام منصور إن إحنا إخوات من الأم. يا بنت انا كنت بأمن مستقبلنا. الراجل كان عينه منك ومش شايف غيرك، عشان كده قررت ان احنا نأجل جوازنا وتتجوزيه هو في السر، وبعد شويه نقلبه في قرشين مقابل ان احنا ما نفضحوش. لكن هو سبق بقى وبلغ عني ومعايا المخدرات، وفي الاخر سجنني. وأنا كمان هددني هو وألمظ، وقالوا لو شافوا وشي تاني هيقتلوني. حق السجن ده انا هاخده. المهم دلوقتي هعمل إيه في اللي في بطني ده؟ لازم تكتب عليا عشان أعرف أسجله.
حزن عليك يا فيروز، بقى يوم ما تكتب عليا في السجن وواخد 25 سنة كمان. مين قال لك ان انا هكتب عليك يا بنت؟ نعم. ازاي يعني؟ يعني اللي في بطنك ده هو اللي هيجيب لنا حقنا. انت تختفي خالص وبعدين ترجعي له بعد ما تولدي وتقولي له ان ده ابنك. يا لهوي، هو انت ما كفاكش انك بعتني للراجل تاني، عايز تبيع ابنك كمان؟ الواد ده لو طلع وابوه في السجن هتعملوا ايه؟ هتدوري تشحتي انت وهو؟ طب ولو صدق منصور كلامي، مين قال لك انه هيرجعني؟ وانا مش عاوزه يرجع لك، انا عاوزه بس يكتب اللي في بطنك ده باسمه ويورث فيه زي ما اي حد من عياله هيورث فيه. طب وتفتكر دي هتدخل على منصور؟ زي ما دخلت عليه ان انا وانت اخوات من ام واحده، وزي ما خدتيني من ايدي وشغلتيني عنده على ان اخوكي. وهي مش يمكن اللي في بطنك ده ابنه فعلا؟ نعم. انت نسيت ان انت بنفسك كنت بتجيب لي حبوب منع الحمل الشهرين اللي انا اتجوزت منصور فيهم؟ وبعدين حتى لو مشيت ورا كلامك منصور هيفقسها. في المستشفى قالوا لي ان انا يمكن اولد في السابع. ما هي فل اهي، 7 شهور حمل وشهرين مع منصور، يعني 9 شهور، يعني اتظبطت لوحدها. دي فرصتنا. انت تولدي من هنا وتاخدي اللي ولدتيه وتروحي له وتقولي له ان ده ابنك، سواء بقى كانت بنت او ولد زي ما ربنا يرزق. اسمعي كلام. انا عملت اللي انت قلت لي عليه وكنت عند وعدي، بس بعد ما مشيت عرفت اني حامل. حامل؟ حامل يعني ايه؟ ازاي؟ زي الناس يا منصور، انا قفلت عليا بابي لحد لما اولد، عشان لو كنت جيت لك ساعتها كنت هتخليني انزله. بس دلوقتي انا معايا حته لحمه حمرا منك، ابنك يا منصور. ابني؟ ابن مين؟ انت اتجننتي ولا غير في مخك حاجه؟ امشي غوري في داهيه، شوفي مين اللي غلطتي معاه وجايه تلزقي لي الواد ده. انا اشرف منك يا منصور، وكنت صايناك وانت عارف. وبعدين انا لو ماشي عوج كنت زمانك ما كتبتش عليا حتى ولو بورقتين عرفي. ولما مراتك الهانم ألمظ عرفت مشيت ورا حكمها عليك وطلقتني وحكمت عليا ابعد. ورجعتي في كلامك ليه؟ عشان الواد ده ليه اب اسمه منصور الجوهري. اكتب عليا تاني رسمي يا منصور وسجل الواد باسمك، وانا وكتاب الله هختفي من حياتك للابد. بس الواد ده ذنبه ايه؟ ده ضناك. انت اكيد جرى في مخك حاجه واتجننتي. انت عارفه لو عملت اللي انت بتقوليه ده ايه اللي هيحصل؟ فاهمه؟ ايوه عارفه. ألمظ مش هتسكت عشان الململ، لكن مين اصلا قال ان ألمظ هتعرف؟ انا بوعدك وحياه ابني ده ان همشي من هنا ومش هتعرف لي طريق جره، بس ابني ما يطلعش ابن حرام. والا ويمين بالله لا اخده واطلع بيه على ألمظ واكشف المستخبي واكلمها كمان عن شغلك المشبوه، وانا ومن بعض يطوفان يا منصور. انت بتهدديني انا يا بت؟ ايوه بهددك. انت ظلمتني قوي يا منصور، ورميت اخويا عزازي في السجن ولبستوه قضيه مخدرات انت وألمظ. كل ده عشان ما حدش يعرف ان احنا كنا متجوزين، وخايفين من كلام الناس عشان ما يقولوش انك اتجوزت اخت الصبي اللي كان شغال عندك. طيب امشي انت دلوقتي يا فيروز. بكره ان شاء الله انا هقابلك في مكاننا القديم وهجيب المقسوم معايا كمان. عايزه حاجه تاني؟ ده ايه المغرز الهباب اللي وقعت نفسك فيه ده؟